الرسول طبطب عليه وقال له الآية اللي يستخدمها كحجة قاطعة علشان ينصر الحق. بعد تعب وقلق كبير من الشعراوي جاله الرسول في المنام علشان يطمنه. في الخمسينات سافر الشيخ محمد متولي الشعراوي علشان يشتغل في السودان، وهناك حصلت له واقعة حقيقية وغريبة حكاها بنفسه. الشيخ الشعراوي كان في مجلس علم كبير مع علماء السودان، ودار نقاش حاد حوالين مسألة دخول المشركين للمسجد الحرام. العلماء هناك كانوا متمسكين برأي، والشيخ الشعراوي كان عنده رأي تاني خالص ومخالف ليهم تماما. النقاش اشتد جدا بينهم، لكن الشعراوي طول الوقت كان حاسس بالحق في قلبه. لكن في اللحظة دي خانته ذاكرته وما قدرش يستحضر الدليل القاطع من القرآن أو السنة اللي يسكت بيه الحجة بالحجة. رجع الشيخ الشعراوي لبيته وهو في حالة ضيق كبير، مش علشان خسر النقاش، لكن لأنه كان خايف يكون أثر في نصرة الحق وهو عالم. فضل يقلب الشعراوي في الكتب ويراجع المصاحف ويدور أكتر في ذاكرته، لكن برضه مفيش فايدة، لحد ما في الآخر نام الشيخ الشعراوي وهو مهموم وبيفكر. لكن برضه لسانه ما فارقش الدعاء إن ربنا ينور بصيرته. وهو نايم بقى ربنا كرمه وأنعم عليه وشاف الرؤية اللي غيرت كل حاجة. حكى الشيخ إنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في مجلس علم والناس حواليه. الشيخ الشعراوي قرب من النبي وهو مكسوف ومهموم، فلاقي النبي بيبتسم له وبكل حنان قعده جنبه وطبطب على كتفه وقال له: يا محمد اقرأ قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وشرح له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الحكمة والدليل اللي كان تايه عنه. صحي الشيخ الشعراوي وهو في حالة ذهول وفرحة لا توصف. الآية والدليل بقوا محفورين في عقله كأن حد كاتبهم. في المجلس تاني يوم بدأ يتكلم بفيض واسترسال غريب، وسرد الدليل اللي سمعه من صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. العلماء هناك ذهلوا من قوة الحجة وبراعة الاستدلال، وانتهى الخلاف تماما والكل أقر بصدق كلامه. الشيخ الشعراوي ما حكاش القصة دي علشان يتباهى بيها، لكن علشان يقول للناس إن المدد حقيقة، وإن اللي بيخلص لربنا في طلب العلم ربنا مش بيسيبه لوحده. ربنا يرحم الشيخ الشعراوي.